الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في حدود الساعة 5:30 صباحا حدث حادث سير على مستوى الطريق الرابط بين دائرة سفيزف ودائرة بالعباس، بالضبط بمنطقة بالعربي، أي مع قرب منطقة تلموني. خلف هذا الحادث ما يقارب 40 جريح يتوزعون على الشكل الآتي: منهم 11 رجل و9 نساء، وكذلك 20 طفل. تم نقلهم على جناح سرعة مباشرة إلى المستشفى الجامعي حسني عبد القادر. تم التكفل بهم مباشرة من طرف الأطقم الطبية والشبه الطبية. حالة المرضى هي حالة مستقرة لدى الجميع الحمد لله، لا توجد وفيات. هناك إصابات تتراوح ما بين إصابات متوسطة إلى إصابات خفيفة، وجهت لهم العناية الصحية الكاملة. تم مغادرة تقريبا نصف العدد غادر المستشفى، والنصف الآخر تحت العناية الصحية. أصديت لنا تعليمات صارمة من طرف السيد والولاية على أن يكون تكفل تام حتى الوصول إلى مقر سكنهم، وهذا الأمر الذي قمنا عليه. كذلك تشرفنا بزيارة السيد وزير التجارة ومشكور على ذلك لإطماننا على صحة هؤلاء المرضى مع صاحب السيد الوالي. الحمد لله كل الظروف متوفرة، سواء تعلق الأمر بنقل الإسعاف، سواء تعلق الأمر بالتكفل الصحي، ونتمنى إن شاء الله الشفاء. صرنا تاع لابيا سيد الشيخ، صرنا الحادثة بين بلدية تلموني وصفر بوابراهيم. كان عندنا واحد الحالات ماشي خطيرة بزاف، وكان عندنا واحد 3 في شدة الخطورة، وإن شاء الله مع خارجين سلامات إن شاء الله. Tous les malades ils ont été pris en charge avec des scanners, des échographies, et malgré les lésions légères, les patients sont en observation pour garder l'intervalle libre pour les surveiller. بسم الله الرحمن الرحيم.